بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام. النهارده ان شاء الله حابه نعمل مع بعض النموذج دوت شكل بيضه جميل جدا. يعني كديكور للبيت او نفرح بيه اولادنا. آه كلها الحقيقه بتعتمد على غرزه الحشو. وتداخل الالوان هو اللي بيديها شكل ظريف جدا. بالنسبه للخيط اللي هتستخدميه اي خيط متاح عندك. يعني انا هنا في النموذج ده اشتغلت بخيط قطن. بس سميك نوعا ما، يعني مش رفيع عشان بس حجم البيضه ما يطلعش صغير. هنا استخدمت خيط اكريليك، وهنا استخدمت خيط فيه نسبه صوف، يعني بواقي الخيط المتاحه عندك. مهم الالوان، يعني مهم شكل الالوان يكون متناسق مع بعض. طيب نبدا كده ان شاء الله ونشوف هنعمل النموذج ده ازاي. انا هنا هشتغل بلونين عشان خاطر بس نعرف ازاي نبدل الالوان اثناء الشغل. اوكي. هنبدا بسم الله، هنعمل عقده سوري، هنعمل دايره سحريه بالشكل ده. اوكي. انا هشتغل بابره رقم 3.5، وخيط نوعا ما متوسط السمك. زي ما قلت لك بواقي الخيط عندك، بس نسقي الالوان. هنعمل سلسله. جوه الدايره السحريه دي هنشتغل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. شد كده الطرف ده وابتدي اعمل غرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها. عايزه اقول لك حابه تعلمي الغرز، مفيش مشكله خالص، باي علامه عندك وابتدي علمي الغرزه الاولى لكل سطر. يبقى ده كده السطر الاول عباره عن ان احنا عملنا دايره سحريه واشتغلنا جواها 6 غرز حشو، بقت بالشكل ده. طيب السطر الثاني هنبتدي نرتفع سلسله. تمام. ونعمل تزايد. تزايد يعني هشتغل 2 غرزة حشو فوق كل غرزة. 2 غرزة حشو فوق كل غرزة. اخر غرزة نعمل فوقيها تزايد، وبعدين هنقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها. اوكي. طيب بس انا عايزة اغير اللون. فهنا كده وانا بقفل السطر التاني هبتدي اسحب اللون التاني اللي انا عايزة اشتغل بيه بالشكل ده، من هنا كده ومن هنا كمان. اوكي. طيب اقلب بس الشغل بتاعي كده عشان اثبت اللون الابيض ده مع اللون الاخضر، بداية اللون الابيض مع نهاية اللون الاخضر، وهخليهم طبعا مشبوكين لان انا هفضل ابدل اللونين خلال السطور اللي انا هشتغلها، بس مجرد ان انا بثبتهم عشان ما يفكش وانا بشتغل. طيب احنا كده نراجع بسرعة. عملنا دايرة سحرية اشتغلنا جواها 6 غرز حشو. السطر الاول ارتفعنا السلسلة، عملنا تزايد فوق كل غرزة، فبقى السطر التاني سوري، السطر الاول 6 غرز حشو، السطر التاني هيبقى عندي 12 غرزة حشو. طيب السطر التالت هشتغله ازاي؟ السطر التالت هرتفع سلسلة وهشتغل غرزة حشو، وبعدين اعمل تزايد. زي ما اتفقنا كلمة تزايد معناها 2 غرزة في نفس الغرزة. اوكي. يبقى السطر التالت كله هشتغله بالشكل ده، غرزة حشو والغرزة اللي بعدها هعمل تزايد. في نهاية السطر التالت ده هلاقي عندي 18 غرزة حشو. اوكي. نقفل السطر التالت سوا يا جماعة بغرزة حشو سوري، بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو احنا اشتغلناها، بس هسحب اللون التاني بالشكل ده كده، واشد ده بس عشان ايه يبقى ثابت. اوكي. وبعدين نرتفع سلسلة. في السطر التالت ده في نهايته لازم تعدي الغرز بتاعتك، هتلاقيهم 18 غرزة حشو، العدد مهم جدا. اوكي. كده احنا اتفقنا السلسلة وهنبدأ السطر رقم 4. السطر رقم 4 هنشتغل ازاي؟ هنعمل غرزتين حشو جنب بعض، 1 2، وبعدين اعمل تزايد تاني، غرزتين حشو، 1 جنب بعض 2، وفي التالتة اعمل تزايد. اوكي. يبقى السطر الرابع كله هشتغله بهذا الشكل، غرزتين حشو جنب بعض، وفي التالتة اعمل تزايد. في نهاية السطر الرابع ده هلاقي عندي عدد الغرز 24 غرزة. اوكي. نقفل السطر الرابع سوا بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو، وزي ما اتفقنا كل سطر بغير الالوان. اوكي. اسحب اللون التاني كده. تمام. طيب كده السطر الرابع خلص، وزي ما قلنا هيبقى عندنا 24 غرزة. السطر الخامس ارتفع سلسلة. اشتغل السطر الخامس ازاي؟ هعمل 3 غرز حشو جنب بعض، 1 2
3 وبعدين اعمل تزايد. يبقى السطر الخامس عبارة عن 3 غرز حشو جنب بعض، في الغرزة الرابعة بشتغلها تزايد. تمام. هكمل السطر الخامس كله بالشكل ده، وفي نهايته ان شاء الله لما نعد الغرز بتاعتنا هنلاقيها 30 غرزة. نقفل السطر الخامس سوا. هندخل كده في اول غرزة حشو احنا اشتغلناها ونسحب اللون التاني بالشكل ده. شد بس الخيط دوت عشان تبقى الغرزة مقفلة على بعضها. يبقى احنا كده خلصنا السطر رقم 5 وبقى معانا عدد غرز 30 غرزة. اوكي. طيب اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنشتغل 5 سطور غرزة حشو فوق كل غرزة حشو، يعني السطر السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. اوكي. هنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، يعني هرتفع كده دلوقتي انا السلسله وهشتغل هنا كده غرزه حشو في فوق كل غرزه غرزه حشو، مش هعمل تزايد خالص. تمام. 5 سطور. وطبعا تبديل الالوان ده براحتك، انا عن نفسي عشان النموذج ده بشتغله سطر وسطر فهبدل كل سطر، انت بدلي زي ما انت عايزه في الالوان. تمام. اشتغل 5 سطور غرزه حشو فوق كل غرزه حشو مع الاحتفاظ بعدد الغرز اللي هو 30 غرزه، ونرجع نكمل ان شاء الله. تمام كده عملنا زي ما اتفقنا 5 سطور غرزه حشو فوق كل غرزه حشو، يعني وصلنا للسطر رقم 10، وزي ما متفقين عدد الغرز زي ما هو 30 غرزة. اوكي. طيب السطر رقم 11 نبدأ بقى نعمل تناقص. هنشتغل ازاي السطر رقم 11؟ هنشتغل هنرتفع الاول سلسلة وبعدين هنشتغل 3 غرز حشو جنب بعض، 1 2 3 وبعدين هعمل تناقص. هعمل التناقص ازاي؟ هدخل كده في غرزة الحشو اللي جاية دي واسحب الخيط وما كملش بقى غرزة الحشو بتاعتي، وادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط، بقوم 3 لفات على الابرة هلف الخيط واسحبه من ال3 لفات. كده عملت تناقص، يعني غرزتين الحشو بقوا غرزة واحدة. اوكي. تاني احنا قلنا بنشتغل 3 غرز حشو جنب بعض، 1 2 3 وبعدين بعمل التناقص زي ما انتم شايفين كده. هندخل هنا في غرزة الحشو دي ونسحب الخيط، وفي اللي بعدها كمان نسحب الخيط، بقوم 3 لفات على الابرة هلف الخيط واسحبه من ال3 لفات. كده خلاص عملنا التناقص في غرزتين. اوكي. نكمل بقى السطر رقم 11 كله كده 3 غرز حشو جنب بعض وبعدين تناقص في غرزتين. اوكي. نقفل السطر رقم 11 سوا، نقفله بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها، نسحب اللون التاني كده. تمام. طيب في نهاية السطر رقم 11 ده هنعد الغرز بتاعتنا هنلاقيها 24 غرزة. اوكي. السطر رقم 12 هرتفع سلسلة وهشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، فوق كل غرزة حشو غرزة حشو بدون اي تناقص. اوكي. يعني العدد هيفضل زي ما هو كام؟ 24 غرزة بالشكل ده، فوق كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده يا جماعة. تمام. نكمل السطر رقم 12. نقفل السطر رقم 12 سوا بغرزة منزلقة، بس هسحب اللون التاني. اوكي. واشد ده كده. تمام. طيب السطر رقم 13 هنكمل بقية التناقص. احنا عملنا اول سطر تناقص في السطر رقم 11، والسطر رقم 12 اشتغلنا غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. السطر رقم 13 ده السطر التاني في التناقص. هنشتغله ازاي؟ هنرتفع سلسلة وبعدين هنشتغل 2 غرزة حشو جنب بعض، 1 2 وبعدين نبتدي عملية تناقص. تاني غرزتين حشو جنب بعض، 1 2 وبعدين اعمل تناقص. اوكي. نكمل السطر رقم 13 كله كده غرزتين حشو جنب بعض، وفي الثالثه والرابعه نعمل تناقص. اوكي. نقفل السطر رقم 13 سوا، نسحب الخيط الاخضر بالشكل ده، نشد ده كده. تمام. اوكي. طيب نرتفع السلسله. السطر رقم 14 هنشتغل فوق كل غرزه حشو غرزه حشو بدون اي تناقص. اوكي بالشكل ده. احنا في نهاية السطر رقم 13 هيبقى عدد الغرز عندي، يعني لما اعد الغرز دي كده، لما اعد الغرز بتاعتي دي كده هلاقيها 18 غرزة. اوكي. فالسطر رقم 14 هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو، فهيفضلوا زي ما هما 18 غرزة. تمام. السطر رقم 15 هنرتفع سلسلة. اوكي.
وهنشتغل ازاي السطر رقم 15؟ هنعمل غرزة حشو وبعدين هنعمل تناقص بالشكل ده. تاني غرزة حشو وبعدين تناقص في الغرزتين اللي جايين دول. تاني غرزة حشو بعدين تناقص. تاني غرزة حشو. احاول بس اشد ايدي كده وانا شغاله السطر ده وانا بقفل عشان خاطر تبقى تقفل على بعضها الغرز. اوكي، بعدين غرزة حشو بعدين تناقص. تاني غرزة حشو واخر غرزتين هعمل فيهم تناقص بالشكل ده. اوكي، هنيجي هنا في اول غرزة احنا اشتغلناها اهي وهقفل. اوكي، انا هقفل برضو باللون الابيض عشان انا هعمل السطر اللي جاي برضو بالابيض، وهرتفع سلسلة في نهاية السطر ده اللي هو رقم 15. اعد الغرز بتاعتي هلاقيها من هنا كده، هلاقيها 12 غرزة. اوكي، دول كده هلاقيهم، طبعا هنحشيها دلوقتي وهتتظبط. هنا هيبقوا 12 غرزة. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقطع اللون الخيط الاخضر ده خلاص مش محتاجاه تاني، وهثبته جوه الشغل هنا بالابره، ونجيب الفايبر بقى عشان نحشي الجزء بتاع النموذج بتاعنا. نكمل حشو البيضه بتاعتنا كده سوا بالفايبر اهو. يعني محشيهاش قوي ولا يعني، بحيث تكون ايه مظبوطه كده. شايفين ابتدى شكلها يبان ازاي؟ تمام. طيب تمام كده. ممكن بس نستعين بجزء صغير كمان. تمام كده. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ السطر الاخير نبتدي بقى نقفل الشكل بتاعنا. هنقفله ازاي؟ السطر رقم 16. تمام، احنا اتفقنا سلسله. اوكي، هنشتغل ازاي؟ هنعمل غرزه حشو. اوكي، وهنسيب الغرزه اللي جايه دي، وفي اللي بعدها اشتغل غرزه حشو، والغرزه اللي بعدها اسيبها مش هشتغل فيها حاجه، واللي بعدها اشتغل غرزه حشو، واللي بعدها مش هشتغل فيها حاجه، وبعدين غرزه حشو، واللي بعدها مش هشتغل فيها حاجه، واللي بعدها غرزه حشو بالشكل ده. بعدين هنا، بعدين هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها بالشكل ده كده، واعمل سلسلة واقطع الخيط بتاعي على مسافة مناسبة يعني كده. تمام، حاول بقى اظبط كده. قفلت على 6 غرز، شايفين اهو كده قفلناها بقت 6 غرز تاني. وده الشكل ببساطة شديدة، يعني شكلها بسيط جدا وجميلة جدا جدا جدا. طبعا هنلضم الخيط دوت وننضفه، هلضمه ونرجع ننضف الخيط ده بإذن الله. انا لضمت الخيط اهو. ممكن ادخله هنا في الغرز دي كده عشان برضو اشدها شوية كمان في ال6 غرز دول كده. تمام، واشدها بس ببساطة كده. قفلت على بعض تاني اهي جامد. اوكي، بس وادخله بقى هنا كده بشكل عشوائي بس عشان اثبت الخيط واخليه نوعا ما ايه صعب ان هو يفك. تمام كده. هقص بقى الزيادة. وده شكل البيضة بتاعتنا. شايفين شكلها جميل قد ايه؟ بسيطة جدا وسهلة، ومع اختلاف الالوان هتدي شكل جميل جدا جدا. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم وتكون بسيطة وتعملوها ونفرح بيها اولادنا ان شاء الله. نغير الالوان، وممكن هم يساعدونا كمان في اختيار الالوان بتاعت النماذج ديت. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو النهارده عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، ونتقابل على خير دايما في فيديوهات جايه كتير باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.